شهدت مقاطعة الرقة اليوم الخميس فعالية خاصة نظمتها مؤسسة اللغة الكردية تم خلالها تخريج الدفعة الأولى من متعلمي اللغة الكردية، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة التربية والتعليم وكوادر المؤسسة إلى جانب الطلبة وذويهم. وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقى أزاد برازي نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا كلمة تحدث فيها عن عراقة اللغة الكردية ونضالها التاريخي، مؤكدا أهمية تأسيس المؤسسة للحفاظ على اللغة ومباركا تخرج أولى دوراتها. أعقبتها كلمة للرئاسة المشتركة للمؤسسة أفين علي التي أكدت على استمرار دعم المؤسسة للطلبة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم. وفي ختام الفعالية جرى توزيع الشهادات على الطلبة المتخرجين. طبعا لا شك هذا الإنجاز هو إنجاز مهم جدا، وهذا اليوم يوم حقيقة يعتبر يوم تاريخي، كونه تخريج أول دفعة لا شك ستصدر أسماء الخريجين بتاريخ هذه المؤسسة وتاريخ هذه المدينة. طبعا كما نعلم أنه اللغة الكردية لغة مهمة جدا وتاريخية بالأساس، لها جذور تاريخية في الشرق الأوسط. هذه اللغة تعرضت لسنوات طويلة ولعقود لمسألة سياسات إمحاء ومحاربة هوية وثقافة الثقافة الكردية بشكل عام، وخاصة نعرف اللغة أساس، إذا لم يكن هناك لغة ليس هناك هوية وليس هناك شعب. فبالتالي هذه اللغة مهم جدا الحفاظ عليها، الحفاظ على تنوع الثقافات والهويات واللغات في الشرق الأوسط. طبعا وكما نعلم أنه فلسفة التربية والتعليم وفلسفة الإدارة الذاتية التي تقوم على تعدد الهويات، تعدد الثقافات، تعدد اللغات. فبالتالي الهوية الكردية هي إحدى الهويات الرئيسية، وكما نعلم أنه في قوانين الإدارة الذاتية هي إحدى اللغات الرسمية إلى جانب العربية واللغة السريانية. وأنا كنت أول كتير بحب أدرس كردي، بس ما كان هذا الفرصة موجودة برقة، وأنا صدفة عم بروح على السوق شفت وحدة بالباص وعم تدرس كردي، وهي شجعتني إنه أسجل حالي والكردي، وأول أنا كنت مشجعة أدرس بس ما كنت أعرف إنه في هون تعليم الكردي، وأنا رحت معها صدفة سجلت حالي، وبعدين جوزي كمان هو كمان شجعني وأهلي وأخواتي. اليوم نحتفل بجهد جميل وبخطوة جديدة